يقول لك كذلك ما حكم المرأة التي تلبس اللي هو صباط الكعب، اللي هو صباط تاع الطالو. فهمنا كيف؟ خليني نفهمكم. فهمنا كيف؟ والمرأة نتاعنا اذا ما كانش تعرف الشروط اللباس الاسلامي وشروط المشية الاسلامية وشروط كل شيء في الاسلام، كيفاش تكون مرأة اسلامية؟ كيفاش تربي اولادها؟ الله تبارك وتعالى واش يقول في القرآن؟ يقول للنساء المؤمنات رباهم، المؤمنات الاوائل من رباهم؟ رباهم الرسول، رباهم القران، ورباهم تعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم اللي رباهم. شوفوا ربي كيفاش يربي المؤمنات الاولين. اسمع، يقول الله تبارك وتعالى في القران بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. سمعتوا هذه الايه مهمه. واش يقول ربي سبحانه؟ باش تشوفوا لنا ربي هو اللي عالم بالقلوب، صح ولا لا؟ ما احنا ماناش عارفين. يقول لك ربي، يقول للمؤمنات التقيات النقيات الصالحات، يقول لهم كي تعودوا تمشوا ما تضربوش برجليكم الارض باش الخلخال هذاك تاعك يتحرك ويتنشن يسمعوه الرجال. وين راهي مولات الخلخال هذه يتبعها؟ يا اخي يغني على مولات الخلخال ولا ماهوش يغني؟ يا اخي راكم تسمعوا، اسمع الخلخال وغنى، فهمنا كيف؟ واسمع النسايس وغنى، فهمنا كيف؟ لذلك يقول لهم ربي سبحانه، يقول لهم ما تحركوش اخلاقكم، لانك تحركي الخلخال نتاعك انت مطلوب منك الستر، ومطلوب منك الهدوء، ومطلوب منك يعني تروحي محفوظه مستوره حتى واحد ما يشوفك. كي تحركي الخلخال نتاعك الراجل هذا يحرك عينيه. مولات الخلخال اللي كانت تجرنا الخلخال وين راحت؟ وعلاه جرناته؟ وابليس يبدا يخدم له وبعدين يسوقه ويقول له تبع طريقها تعرف وين راحت. فهمنا كيف؟ اذا الشريعه الاسلاميه واش تقول؟ تقول يا اخواني الكرام اسمعوا باش تسمعوا نساكم، واسمعنا ايتها المؤمنات اللواتي تبادرن الى الصلوات حتى لا يذهب اجر صلواتكن هباء منثورا. واش يقول الشرع؟ يقول أيما حاجة تدعو من المرأة إلى التفات الرجال فحرام عليها أن تفعلها. يقول كل حاجة تديرها المرأة باش تحرك الرجال حرام عليها تديرها. وانا نقول لكم وانتم ما جاوبوا، هذا الصباط تاع الطالو هذا كان واحد الحديث ما جبتوش انا ونجيبوا لكم ان شاء الله باللي شكون اللي داروا بني اسرائيل هما الاولين، باش ما يقولكش هذا داروه البارح، راه قديم قبل في عهد سيدنا موسى داروا النساء تاع بني اسرائيل باش يغروا الرجال تبان باللي طويله وفي الاخر تبان قصيره. فهمنا كيف؟ اذا كل حاجه تديرها المراه باش تحرك قلب الراجل ولا باش تدعوه الى الالتفات حرام عليها تديرها. وانا نقول لكم وانتم ما جاوبوا، هذا الصباط اللي يسموها الطالو كي تعود المراه جايه بالاخص اذا كانت طريقه صحيحه، فهمنا كيف؟ نتاع قدرون ولا سيمان ما بعيد من حوالي كيلو ولا 500 متر، باش ما تقولوش الشيخ يكذب، حوالي 500 متر تسمعها جايه ولا ما تسمعهاش؟ ما بغيتوا ما تسمعوش ما تسمعوهاش، المهم تنسمع. وجايه كي العسكر تاع الالمان واللي كبار ما عارفين العسكر الالمان كيفاش كانوا يديروا، كي يخبط رجله من طريق بالك ينسمع. فهمنا كيف؟ جايه طق 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 كي العوده تاع الكورس بكريديك اللي قافزه. فهمنا كيف؟ هذه المراه هذه وتخليك انت تكون لداخل الدار تحل الطاقه تقول شكون راهي جايه. فهمنا كيف؟ فلانه هي اللي راهي جايه، هي اللي عندها مشيه معلومه، شرات صباط من الطاليان وجابته. فهمنا كيف؟ اذا كل شيء يدعو من المرأة إلى التفات قلوب الرجال أو أعينهن فحرام عليهن أن يفعلنها. كل حاجة تخلي النساء تخلي قلوب الرجال ولا عيون الرجال يدوروا حرام عليها تديرها. علاش الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح، اسمعوا، يقول أيما امرأة تعطرت ليجد الناس من ريحها فهي زانية. والله غير الحديث صحيح. يقول هذا الحديث رانا مسهلينه باش تشوفوا اللي راكم تدوا النساء ويدير لها الريحه نتاع اسبانيول والخارج ويخرجها في وسط الطريق البينك تفتن الرجال والعياذ بالله. يقول المراه اللي يدير الريحه باش يشموها الرجال راهي زانيه، ازنات. لماذا؟
لأنها دعت إلى الزنا فهي بمثابة الزانية. لذلك الإمام أبو هريرة رضي الله تعالى عنه والحديث الصحيح كذلك مرت عليه امرأة متعطرة، مرت عليها امرأة متعطرة دايرة الريحة. هذا الصحابي الجليل واش قال له؟ قال له يا أمة الله ارجعي إلى بيتك واغتسلي، روحي لبيتك وغسلي. قالت له علاه؟ قال لأنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرأة تعطرت في بيتها وخرجت لكي يجد الرجال من عطرها فهي زانية. قال راكي زنيتي، روحي تغسلي، روحي نحي الجنب على روحك. وراحت المرأة تجري لدارها تغسل. هذه علاه يا إخواني الكرام كما قلت لكم كل حاجة تخلي المرأة تديرها المرأة باش تحرك قلوب الرجال حرام عليها. هاو ربي في القرآن قال ماشي أنا قلت ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ربي سبحانه نبه وعلم المؤمنات قال لهم ما تضربوش برجليكم باش تحركوا الخلخال هذاك باش يبدا ينوقص هذاك الخلخال باش قلوب الرجال تتحرك ويبداو يخزروا. الان الخلخال ولاو يستحوا ما يلبسوش، ولات عندهم المسايد ولاو عندهم الصباطان وراهم يقربعوه والرجال راهم يتفرجوا. صح ولا ماشي صح؟ راهم عندهم العطور المختلفه اللي يجيبوها من الخارج اللي تجلس 3 ايام ما تروحش، راهم يديروها ويخرجوا باش يحركوا قلوب الضعفاء. لذلك يا اخواني الكرام ننبه انفسنا لان كل واحد منا من ورائه امرأة، فهمنا كيف؟ والمؤمنات كذلك راهم يصلين معنا لكي ينتبهنا فلا يجعلنا عطورا فلا يجعلنا عطورا لكي يلفت بها انظار الرجال، ولا يجعلنا خلاخيل، ولا يجعلنا يعني أحذية لها كعاب يخبطنا بها الأرض حتى يلفتنا الرجال إليهن. هذه كلها من المصائب، فمنها كيف؟ هذه كلها من المصائب التي دخلت علينا يا إخواني الكرام. والرسول صلى الله عليه وسلم كان ينبه النساء المؤمنات. واش كان يقول لهم يا إخواني الكرام؟ كانوا النساء بكري فيهم بركة وفيهم خير في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. كانوا رجالهم قبل العشاء رجالهم راهم في الصلاة وهما في بيوتهم يديروا البخور للبيوت. فمنها كيف؟ كان واحد البخور مهم موجود في عمان. هذا البخور هذا يديروه يعني حطيبه صغيره يديروها في الكانون ترد الدار هذه كلها تردها يعني مليانه بالطيب المخير ما يجوش انسان يصوره، بحيث حتى الان يباع بالجرام. كاين اللي يساوي حتى 3000 5000 غير للجرام الواحد، تحطوا 3 ايام 4 والدار تريح يعني بالطيب. كانوا النساء تاع الصحابه يديروا لرجالهم كي يجوا من الجامع يديروا لهم البخور في الدار، فمن كيف باش يشموا الريحه الطيبه. هذوما الصحابيات المؤمنات ماشي كما قلت لكم من بكري ما نقول لكم المراه في دارها كل يوم جالسه مسخه كي تسمع ريحه العرس تلقاها تنوض تحمر وتبيض وتصفر وتدير كل الالوان تاع الخارج والداخل كلها تديرها، بينما كي تكون بدون عرس راهي جالسه ما عندها حتى علاقه. بينما في الشرع قال لها راجلك هو اللي تسقميله ماشي العرس وبرا، من كيف؟ ولكن احنا العكس راهم يزوقوا برا والداخل راهي كل يوم دايره كذاك اللي يبيع الفحم، فمن كيف؟ وهكذا والعياذ بالله. بينما الصحابيات كانوا رجالهم كي يكونوا في العشاء يبخروا لهم الديار. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ايما امرأة شهدت بخورا فلا تأتي الى مساجدنا. قال للنساء بالك وتروحوا ديروا البخور كي يكملوا البخور هذوك تسمعوا الاذان تجوا تصلوا ما تجوش. سمعتوا ولا ما سمعتوش؟ يسمعوا النساء تاوعنا. قال لهم انتم كي ديروا البخور في دياركم البخور هذوك يلصق بالحوايج وتسمعوا الاذان ما تجوش صلوا في الدار. علاه؟ لان كي تجي تصلي هاو الريحه تاع البخور يلصق فيها تمشي على الازقه يشموا الناس ريحتها. اذا الامر هذا والرسول صلى الله عليه وسلم يريد من المجتمع الاسلامي ان يكون مجتمعا نظيفا تقيا نقيا لا تدعو المرأة فيه والعياذ بالله الى الصفور والى التبرج والى الزنا وغيره، لان الزنا مقدمات الزنا مثل الزنا.
من كيف المقدمات نتاع الزنا هذه ريحة وهذه كذا حتى تطيح والعياذ بالله فيما لا يحمد عقباه. لذلك ننتبه يا إخواني الكرام، النساء نتاعنا كل حاجة فيهم يدعو إلى التفات الرجال إليهم حرام عليهم يديروهم، فمن كيف؟ لذلك فما علينا إلا أن ننتبه. بارك الله فيكم، نفعنا الله وإياكم بما نقول ونسمع. يقول هذا السؤال، تقول هذه المرأة تقول في سؤالها هي أقسمت، فهمنا، جاء خطيب إلى ابنتها وأقسمت على أن الخطيب هذا ما يديش بنتها ما دامت حية ما يديهاش، فهمنا. بعدين في يوم ما ندمت وجاء الخطيب مرة ثانية وأطرق بابهم، رضيت، قالت زوجته بالبنت. الله يبارك كما يقولوا، والله يربح والله يجعلها إن شاء الله مباركة عليه إن شاء الله. قالت ولكن ما هو الحكم الشرعي؟ الحكم الشرعي سهل يا إخواني الكرام، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: من حلف على يمين ثم وجد غيرها خير منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. الحمد لله الدين تاعنا يسر. أحلفت باللي ما تشريش هذيك الحاجة ولا ما تجيبش هذيك الحاجة، وفي الآخر طلعت حسابك لقيت الحاجة هذيك مليحة فيها خير ليك ولولادك ولدارك، واش تدير؟ نقول لك لا، واحد يقول لك لا راك حلفت ما تجيبهاش مهما كانت، لا، نقول له دير اللي فيها خير، ماذا فيها خير ديرها وكفر على اليمين تاعك، فهمنا. وتكفير اليمين الحمد لله فيه ساعة، فيه عمر ثلاث حاجات: إما أن يطعم 10 مساكين من أوسط ما يطعم أهله، إنسان موسع لا بأس عليه، يعني موسع له في الرزق، يدير جفنة بالطعام نتاعها وباللحم نتاعها ويجمع 10 من المساكين يشبعهم فينصرفون إلى بيوتهم، هذه كفارة اليمين. أو يكسيهم، فهمنا كيف؟ واحد ثاني عنده فلوس أحسن منه قال لك أنا عندي فلوس أكثر من الماكلة، نكسيهم، يشتري لهم عباية للواحد ولا يشتري لهم سروال وقمجة ولا يشتري لهم حاجة، فهمنا كيف؟ يكسيهم، فهمنا كيف؟ واللي ما عندوش كامل يصوم 3 أيام. هذه هي كفارة اليمين، إما الإطعام وإما اللباس وإما أن يصوم 3 أيام، يعني كفارة لليمين. ويأتي الذي هو خير، هذه هي الإنسان الذي حلف على يمين ثم وجد غيرها خير منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه بالتكفيرات ال3 الموجودة: إما الإطعام وإما اللباس وإما الصيام الذي لم يتوفر عنده شيء يصوم. وقت لا تأذن. يقول لك: ما حكم فتاة ترتدي الحجاب عند خروجها من المسجد ولكن أمام ابن الخال وابن العم أو إحدى الأقارب لا ترتدي؟ يعني هذا الطفلة تتحجب برا لتخرج تلبس حجابها، ولكن لما تكون في بيتها مع جماعتها اللي هو ولد عمها ولد خالها ولد كذا، هؤلاء لا تحتجب منهم، يعني ما تلبس الحجاب بتاعها، هذا لا يجوز يا أخي العزيز. فابن الخال وابن العم مثله مثل سائر الآداب الذين في الطريق، فعليها أن تحتجب وأن ترتدي حجابها منهم. يقول لك: ما حكم المرأة المتزوجة أو غير متزوجة تقوم بالرقص في عرس الأقارب؟ أمرها متزوجة ولا غير متزوجة؟ قال لك تروح للعرس لعند جماعة أو مترقص. هل احنا عندنا الرقص في الإسلام؟ ما عندنا شيء والكرام. الرقص هذا دخيل علينا من الكفرة، دخل علينا من الغرب من الأوروبيين، يملؤون رؤوسهم خمرا ثم يبدأون يتراقصون. أما نحن ما عندنا في الإسلام في العرس إلا الدف، ويعني بنات صغيرات 14 سنة 12 سنة فالنتيم 10 سنوات جاريات صغيرات يضربن بالدف ويغنين غناء بلا طرب وبلا موسيقى وبلا غنى وبلا شهوة، وهكذا. هذا هو جائز في الشريعة الإسلامية، لأن ثبت الرسول صلى الله عليه وسلم لما حضروا عرسا للأنصار وجاءت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها فقال لها: هل أرسلتم مع العروس من يغني لها؟ فإن الأنصار يحبون له، يعني حبوا كلام الدين.
فقالوا لا يا رسول الله ما أرسلنا. قال هلا أرسلتم بنت أو جارية تقول أتيناكم فحيونا نحييكم، والله لولا الحبة الصفراء ما حللنا بواديكم، وهكذا. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يعطيهم الناس حتى بمشيئته، جيناكم وفرحوا بنا نفرحوا بكم، لكن هذا ما في هذا. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى لهم كيفاش يخلقوا وكيفاش يقولوا ويضربوا بالدف هذاك ويمشوا ويكملوا العرس تاعهم ويجوا جايين. ورب سبحانه يبارك لهم في هذا العرس اللي كان مبني من الأول إلى الآخر على السنة. أما الرقص أما حاجة ما عندناش يا إخواني الكرام. فالرقص دخيل على الأمة الإسلامية من طرف الكفرة من طرف النصارى والعياذ بالله. والحمام تكلمنا قلنا للنساء لا يجوز، لأنه ورد في الحديث الصحيح أنه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام. اللي كان يآمن بربه ويآمن يوم القيامة باللي يوقف أمام ربه ما يتقدم كل حمام. فمن كيف؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قال من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تنزع ثيابها في غير بيت زوجها. والمرأة المؤمنة اللي تخاف ربي ويحاسبها يوم القيامة ربي ما تنحيش وجهها غير في دار زوجها. فمن كيف؟ وفي حديث آخر ثالث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها. الله تبارك وتعالى جعل بين إمائه يعني بين النساء وبينه حجاب وسترة، يعني دار لهم سترة ودار لهم يعني قيمة راح تاثرهم. المرأة اللي تنحي حوايجها في الخلاء ولا في الحمام ولا في أي مكان قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال نحات الستر هذا في النداء ولا ربي نحاتوا قطعوا ولاحتوا. كما رانا نشوفوهم لما نحوا الستر خرجوا كسروا الحمامات وطرقوا الحمامات وخرجوا المساحة يفطروا الستر اللي كان بينهم وبين ربي قطعوه وراحوا الحمام ربي خلاهم في الشوارع خرجوا وشافوهم كل الناس والعياذ بالله. يقول لك وللرجل الحمام للرجل حلال ولا حرام؟ الحمام بالنسبة للرجل إذا كان يدخل بإزار فلا بأس، وإذا علم أن هناك ناس يعني لا يتزرون فليس عليه أن يدخل. إذا كان يدخل بالإزار تاعه، الإزار يا أيها الكرام انتبهوا هو الذي يستر العورة على الإنسان من السرة إلى الركبة، هذا هو الإزار يدخل به. وإذا عرف فيه الناس اللي داخل مستورين فيما هو يدخل ويتحمم ولا شيء عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح لا يدخل أحدكم الحمام إلا بإزار. من كيف ما يدخلش الإنسان الحمام إلا بالإزار، ما يجيش كما الجاهلية اللي كانوا يدخلوا عراة هكذا أحدهم ينظر إلى الثاني. وإذا عرف أن الناس اللي راهم داخل يعني متأدبين وشرعيين ولابسين الإزار، وإذا وجدهم عرايا ولا نقول له لا يا أخي أنت بغيت تستهزر ولكن هؤلاء الناس ما زالوا في الجاهلية، روح على روحك في بيتك والسلام. فمن كيف إذا عرف أن الحمام كل الناس لابسين الإزارات كما هو فليس عليه أن يدخل من كيف بالإزار تاعه. وإذا عرف أن فيه ناس مفرطون ما مش عارفين الشرع ضايعين الداخل جالسين عراة يطوفوا ويدوروا داخل الحمام، هذا نقول له يا أخي حتى تغض بصرك الليل وتبعد عن الفتن وتبعد عن الشبه ما تدخلش وما تروحش عندهم إلا إذا عرفت في حمام الناس كلهم لابسين إزارات، الناس كلهم متأدبين محتشمين بهذا في الإسلام ما فيها بال أن تدخل الحمام بالإزار. الله يقول لك أخت تسأل ما حكم المرأة التي تعطل بالحبوب حتى تدرك شهر رمضان وتصوم مع المسلمين؟ امرأة عطلت العادة تاعها بالحبوب هذه من الحمل حتى تصوم مع الناس، لما تصوم مع الناس وتكمل رمضان جاء عادتها هذه فلا بأس عليها. وقد أفتى بهذا هيئة كبار العلماء بمكة وعلى رأسهم الشيخ بن باز رحمه يعني الله تبارك وتعالى يطيل عمره، وكنا حاضرون معه لما أفتى هذه الفتوى أنها يجوز للمرأة أن تشرب الحبوب لكي تعطل هذه العادة حتى تصوم مع المسلمين، حتى تصوم مع المسلمين ما فيها باس تعطل هذه العادة حتى تكون يعني مستانسة مع الناس وتصوم رمضان كما الناس. حتى بعدين لأن بعض النساء لا ما صامتش مع المسلمين ومع الناس وبعدين تبدا تسلي في رمضان هذا قد اليوم غدوة غير غدوة اليوم غدا حتى يدركها العام الآخر وهي ما صامت.
لذلك ما فيها بس تعطل العادة هذه وتصوم مع الناس حتى الله تبارك وتعالى تكون لها يعني داخلة في مجموع المسلمين إن شاء الله. فتقول هذه المؤمنة: أنا امرأة مؤمنة بالله ربنا وفي محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسول الله جزاه الله خير. أخذت موعدا عن طبيب مختص في أمراض النساء، دام هذا الموعد 3 أشهر وجاء دوري في شهر رمضان المعظم، فذهبت إلى الطبيب المذكور أعلاه وفحصني فحصا دقيقا في رحمي. تقول هذه المرأة المؤمنة: أنا دام ربي جزاها الله خير على إيمانها، والله تبارك وتعالى يقوي إيمانها وإيمان كل مؤمنة إن شاء الله. فتقول: اخذت موعد عن طبيب مختص في أمراض النساء، بعد 6 شهور جاء الموعد، جاء في رمضان، فذهبت إلى الطبيب وفحصها في رحمها في المكان الذي لا يجوز إلا الضرورة. تقول لك: هل رمضان تاعي هذا صحيح ولا ما هو صحيح؟ تقول: هل اليوم هذا مقبول شرعا أم علي القضاء والكفارة معا؟ وكان باستطاعتي أن لا أذهب في هذا اليوم، ولكن خوفا من طول الموعد. قالت لك: أنا كنت ناوي يوم الروح ولكن الموعد يزيد يطول. هي يا إخواني الكرام القاعدة الشرعية التي ننطلق منها على أنه للضرورة أحكام، وعلى أنه الأصل على أنه لا يكشف على امرأة إلا امرأة. سمعوا ليه؟ الطبيب اللي تكشف على المرأة لازم تكون امرأة، لا يكشف على امرأة إلا امرأة، ولا يكشف على رجل إلا رجل. فهمنا؟ هذه القاعدة الشرعية. يعني امرأة مكشوفها غير امرأة، يعني تكشف عليها وتقلبها، والراجل ما يكشف عليه إلا راجل. هذه القاعدة الشرعية. ولكن تعبنا وما فيناش، وين ضربنا ما فينا حتى امرأة تعرف تعالج. والمرأة هذه مضرورة في مكان حساس، نقول لها في هذه القضية عندنا باب وحده في الشريعة الإسلامية يسموه الضرورة. للضرورة أحكام والضرورة تقدر بقدرها. إذا نمسكوا هذه المرأة هذه وندوها للطبيب ونقول معها المحرم تاعها. أمنا للضرورة. وكذلك الرجل يجوز له أن يعالج عن امرأة إذا لم يكن هناك طبيب الذي يعرف المرض تاعه. كاين غير امرأة اللي تعرف المرض هذا يجوز له أن يعالج عن امرأة، ولكن متى؟ للضرورة. أما في الفسحة فلا يجوز لامرأة أن تعالج إلا عند امرأة، ولا يجوز للرجل أن يعالج إلا عند رجل. ولكن في الضرورة لما ما كانش وحوصنا مرضينات يدي الراجل المرض تاعه ويروح معاها للطبيب. لكن المرأة اللي تقول روح ما ادري بقى وحدها ولا مع زوجها ولا مش عارفين، وتقول لك ما يعني قلبها في الرحم تاعها. ما دام قلبها في الرحم تاعها في رمضان فليس لها علاقة لا بالقضاء ولا بالكفارة، وصيامها ان شاء الله صيام صحيحة. وبالاخص اذا كانت مضطرة بعد باش تبقى الانسان عادي وقادر على هذا الرجل ان شاء الله فلا شيء عليها، بالاخص اذا راحت مع المحرم تاعها اخوها ولا باباها ولا عمها ولا خالها ولا اخوها ولا بنتها، ما عليش ان شاء الله ولا شيء عليها باذن الله، وصيامها ان شاء الله صحيح. يقول لك الأخ هذا لامرأة تنزف شعر جبهتها، دعوتها بالتي يعصمها رفضت واستمرت بمعصيتها. يا أخي العزيز ما تسميها معصية، فهمنا واش تدير المرأة هذه، لأن مو كل حاجة يسموها على ثاني معصية. إذا كانت تنحي مثلا الشعر تاع مثلا جبهتها ولا تاع خدودها إن شاء الله فليس عليها بأس في هذا، لأن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها سئلت عن هذا، قالت لها جاءتها امرأة وقالت لها إني مثلا أتزين لزوجي بنفس شعر الجبهة وبنفس شعر الخدين، قالت لها تزيني لزوجك كما شئتي، زوجك زيني له كما بغيتي. ولكن اللي وارد فيها النهي الصريح اللي هي نتف الحواجب نتفها جميعا وجعل بدلها مثلا صبغة هذه مثلا بكرية ولا شيء أو ترتيبها، هذه وارد فيها نهي صريح من الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصات والمتنمصات. فالنبي لعن الله النامصات والمتنمصات، والنامصات في اللغة وفي جميع الشرع على أنها تنطلق على ترتيب الحواجب أو نتفها جميعا، تنحي الحواجب كلهم وتدير لهم تسطرهم أو ترققهم وتخلي غير شعيرات. هذه الملعونة واللي دارت منها ملعونة فيما هي.
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله النامصات والمتربصات والمتفلجات بالحسن والواشمات والمستوشمات والواصلات والمستوصلات، وفي آخر الحديث قال المغيرات خلق الله. علاش ملعونين هذا الناس؟ المرأة اللي دير لها شعر تطول لها شعرها، وهذيك تجيب لها شعر وتكبر لها شعر في شعر، هي تكون فرطاسة ولا شعرها نازل باش يكلفوا لها هذا الزوج ويدفعوا لهذيك المرأة بالله خاصها بلي شعرها هذا شيء مليح، فمنها كيف؟ والاخرى توشم والاخرى تحكم سنانها بشرها، وهكذا. هذا كامل العالم الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي آخر الحديث علة الحديث موجودة، وهي المغيرات خلق الله، لأنهم علاش هذا الشيء علاش لعنهم الشرع ولعنهم ربي؟ لأنهم غيروا خلقة ربي. فمنع لأن ربي خلق هكذا قالوا لا ماشي هكذا، كان نحيهم، بينما ربي سبحانه وتعالى القرآن صوركم فأحسن صوركم. قال ربي أنا راني كسبت الصورة تاعكم كتبتكم مليح، كيفاش انتم تروحوا تخسروا الخلقة تاعكم؟ وبعدين من فعل الشيطان لما الله تبارك وتعالى طردوا من الجنة قالوا ولا أمرنا فلا يغيرن خلق الله. والله غير أمرهم يقولوا يغيروا لك خلقك، أنت كتبت وانا نوري لهم يقولوا يخسروا لك خلقك. من كيف ورانا وفي نفس الوقت راه الشيطان يخدم ورانا نغيروا في خلق الله بخدمة إبليس بتزيين إبليس والعياذ بالله نمنمة إبليس. رانا نخدموا كما قال، لأنه حلف قال له غير ما مر عبادك كلهم يغيروا لك خلقك باش يروحوا جهنم باش يتعاشروا فيه. إذا يا إخواني الكرام، إذا كان شعر الجبهة أو شعر الخدين فلا بأس عليها أن تنتفى منهما، ولكن إذا كان شعر الحاجبين فلا يجوز يا إخواني الكرام، وهذا هو الراجح. كذلك تقول: ما حكم المرأة التي تنزع الشعر من الساقين وفي الذراعين؟ ما فيها بأس هذه، وإنما الوارد اللي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم في النساء الملعونات التي لعنهن الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها النامصات والمتنمصات وقيس، يعني اللي يرققوا الحاجب تاعهم ولا ينحوه، هذه هي اللي واردة. أما امرأة عندها شعر في وجهها بزاف ونحات منه ولا في يديها ولا في رجلها، هذه إن شاء الله ما تدخل في الحكم الشرعي إن شاء الله. وإنما وبعض العلماء قالوا تدخل، ولكن الراجح ما تدخلش. الذي يدخل في النماص هو ترقيق الحاجبين أو نتف الحاجبين كلها وتصنعهم بالقلم الرصاص ولا قلم راه معروف عند النساء يعرفوه يواسوا به، هذه حرام. الرسول صلى الله عليه وسلم لعن النساء اللي يفعلوا الفعل هذه وقال: لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. المرأة اللي ترقق حواجبها تنحيهم ولا تنحيهم كامل وتدير قلم، هذه ملعونة وما تدخلش للجنة وما تشمش ريحتها. من كي تكون بعيدة بزاف على الجنة. واحد يقول: علاش يا شيخ؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي قال المغيرات خلق الله. لماذا؟ لأنهم راهم يغيروا خلقة ربي خلقها عندها حواجبها ملاح، تقول له ما نحتاج حواجبك يا ربي، ندير حواجب من عندي ولا نجيبهم من الخارج، فهمنا كيف؟ وهكذا والعياذ بالله. هذه ما ينبغي، بينما نحات من رجليها ولا من يديها إن شاء الله ما فيها بس المسألة هذه إن شاء الله. فهمنا؟ والله تبارك وتعالى أعلم. اللهم تبارك وتعالى وفقنا لما تحبه وترضاه، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا.